السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالي النهاردة نعمل القرنبيط بطريقة لذيذة جدا. الغلاف ان شاء الله هيبقى معانا كريسبي، والقرنبيط نفسه هيبقى طري معانا بعد الغلاف. طريقة جميلة جدا ولذيذة وسهلة، وتعالوا اقول لكم على شوية تفاصيل بجد وانا متأكدة عمركم ما جربتوها في عمل القرنبيط. زي ما انتم شايفين طبعا الشغل بيتكلم عن نفسه، هو كريسبي بس القرنبيطة نفسها من جوه طرية وطعمها جميل جدا. نسمي الله ونصلي على الرسول ونبدأ معاكم حلقتي النهاردة في عمل القرنبيط الكريسبي. هنا انا معايا ميه مغليه، الطبيعي بتاع ان انا باجي اسلق القرنبيط وبضيف عليها كوبايه لبن. بجد بيخلي القرنبيط معايا ابيض وزي القشطه. من لما باجي احمره برضو بيكون معايا لونه ابيض، مش اللون بتاعه مش بيتغير. وبحط في الميه ملح وبابريكا. لو عندكم كركم بتضيفوا نص معلقه صغيره كركم، وبالظبط طبعا الملح على حسب الرغبه. واهم حاجه الكمون وكوبايه اللبن زي ما وضحت لكم. طبعا هو الميه مع اللبن بيغلي، والتوابل بيبقى فيه شوائب، حاولي تشيليها قبل ما تضيفي القرنبيط بتاعك. حابه تقطعيه صغير حابه تقطعيه كبير، دي بترجع على حسب الرغبه، بس بتكون صغيره عشان بعد كده الغلاف اللي احنا هنعمله هيكبر لي حجم القرنبيطه، فالصغير ما بياخدش سوا معايا. بعد ما يغلي تعد على يعني 4 دقايق، وبعد 4 دقايق ابدأي طلعي القرنبيط بتاعك من المية السخنة، عشان يطلع كده معاكي مش مهري ويطلع معاكي مظبوط، عشان لسه برضو هنحمره في الزيت. بعد كده هنبدأ ان احنا نعمل الغلاف بتاع القرنبيط. معايا بيضتين هضيفهم في الخلاط، واحط فلفل وبابريكا وكمون. واهم حاجة الكمون، ممكن تكتري يعني معلقتين صغيرين كمون، لان عشان يظبط معاك الطعم ويمنع طبعا اي غازات تتكون معانا بعد ما ناكله. وملح كمون وملح بتظبطي وكزبرة والتوابل العشرة. تبدأي اللي انت تضيفيها اللي هي نص معلقة ونص معلقة بيبرك ونص معلقة كركم وكمون، ده معلقتين صغيرين. وبالظبط الملح، وبتحطي طماطم وفلفل. لو حابه طبعا سبايسي او يكون في نسبه شطه بتضيفي قرن فلفل حار، وبتضيفي معاه طماطم وقرن وفلفل زي ما وضحت لكم، وكوبايتين من اللبن. وبعد كده هبدا ان انا اضيف الخضره بتاعتي على حسب طبعا افراد اسرتك. اللي بيحب الشبت وبيحب الكزبره ما بيحبش البقدونس بتتنازل عن البقدونس، بس عامه انا بحب البقدونس والكزبره والشبت. حتى الافراد اللي معايا بيحبوا نفس الخضره، ما فيهاش اي يعني اي حاجه مش مستحبه. بعد كده هنضيف عليها كوبايتين ونص دقيق، ومعاهم 3 معالق من النشا وكيس من البيكنج باودر. بتبدأي اللي انت تقلبي المواد دي مع بعض زي كده ما انتوا شايفين معايا في الفيديو، ونقلب المقادير دي كلها مع بعض وبالظبط الملح بتاعك. وكده دي اول حاجه خلصنا منها. هنبدا ان احنا نعمل تاني غلاف. طبعا بتظبطي التوابل بتاعتك حطيتيها مع البيض واللبن، مش هتضيفي اي حاجه تاني بعد ما تحطي الخضره والدقيق والنشا والبيكنج باودر، مش هتضيفي اي حاجه تاني. هنبدا ان احنا نضيف في الدقيق ده هنضيف بس الكمون وبابريكا، ولو عندكم كركم بتضيفي طبعا كركم، وكمان رشه من الملح عشان الغلاف ما يكونش مالح معايا. وطبعا بتحطي 3 معالق من النشا وكزبره. ما بتكتريش في التوابل في الغلاف الخارجي، لان هو ده هيبقى اخر حاجه هنغلف بيها القرنبيط. زي ما انتوا شايفين انا التوابل دي تكون قليله في الاخر غلاف. هنبدا ان احنا نحط القرنبيط بالشكل ده، بنغلفه بالخليط السائل. وبعد كده هنضيفه في الدقيق اللي احنا حطينا فيه النشا والكزبرة والكمون ورشة من الفلفل وبابريكا وحبة ملح صغيرين جدا. وفي الزيت بقى يكون سخن وغزير بنبدأ ان احنا نضيف القرنبيط بتاعي بعد ما اغلفها بالدقيق. واول ما تتحمر معايا الجهة اللي انا حاطه فيها حطها على الزيت، ببدأ ان انا اقلبها على جزء تاني، على الوجه الاخر.
يعني بنبدأ نقلب القرنبيطة لغاية ما تتحمر معانا في جميع الاتجاهات بتاعتها. ولو عندك صينية أصغر من دي يكون أفضل طبعا عشان الزيت يكون كتير معاكي. وأول ما تديكي اللون الذهبي الحلو بتبدأي اللي انت تطلعيها على مناديل عشان يشرب معاكي الزيت، وبطعمه هيكون تحفة. وممكن تقدميه مع سلطة مع بطاطس محمرة. بصراحة هو لوحده يكفي عن أي حاجة تاني. جربوا الوصفة دي وأنا متأكدة اللي انتوا عمركم ما هتجربوا اي وصفة غير وصفتي. اتمنى ان شاء الله الفيديو يكون عجبكم. وما تنسوش تعملوا له اشتراك وتفعلوا معايا جرس التشغيل عشان يوصل لكم كل فيديو جديد انا بقدمه. طبعا لا تنسوا اسم القناة باسم ايمان عرفة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.